السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اتم صحة وسعادة ان شاء الله. النهاردة زي ما انتم شايفين كده في الفيديو عندنا صينية فراخ بالبصل المكرمل. ايه بقى البصل المكرمل ده وايه قصته؟ هنعمله مع بعض كده. وعلى فكرة احنا عملنا صواني فراخ قبل كده كتير بالبصل، بس المرة دي في تكة كده حلوة في البصل، يعني هيدي طعم حلو قوي للفراخ. طيب تعالوا بقى نشوف وصفتنا كده بدأناها ازاي، ونقول بسم الله. اول حاجة عندي 5 بصلات وسط، يعني مش كبار قوي ومش صغيرين قوي. هبدأ ان انا اجيب البصل كده واقطعه من الجنب، ابقى اقطعه جوانح يعني. البصل لما يتقطع بالطريقة دي في اي طبخة بيبقى حلو جدا وطعمه مسكر قوي، وخصوصا يعني في الطواجن. هقطع كل كمية البصل بنفس الطريقة كده. وبعد كده هنجيب بقى الفلفل اللي عندي، انا كان عندي متوفر فلفلايه كده صفرة، قرنين اخضر، وفلفل حامي كده عشان يديني بقى طعم حلو وسبايس كده للفراخ. قطعنا برضو الفلفل، كل انواع الفلفل اللي عندي. عايزه تضيفي اي اضافات تانية حلو جدا، هتدي للفراخ طعم حلو وهتبقى صينيه حلوه ومتكامله. ممكن نبشر جزر عليها، ممكن تحطي مثلا كوساية مبشورة برضو. الحاجات دي بتبقى اضافات حلوة برضو ليها، بس انا حبيت ان هي تكون صينية فراخ بس كده بالبصل المكرمل، لان هعمل جنبيها صنف تاني. طبعا الفراخ بتاعتي مغسولة كويس جدا ومتنضفة. نبدأ بقى ان احنا ندلعها كده ونتبلها بقى بشوية تتبيلة حلوة من عندنا. اول حاجة خالص نص معلقة من الكزبرة الناشفة، معلقة كاري، نص معلقة من السبع بهارات، ربع معلقة قرفة، فلفل اسود وملح، وكمان عندي دبس رمان. هبدأ ان انا احط منه كده معلقتين. وفي اخر حاجة بقى هعصر على كل المحتويات الحلوة دي ليمونة كده حلوة، عشان خلاص كده يبقى تبلنا الفراخ التتبيلة الصح. وبعد كده نلبس بقى الجلافز بتاعنا ونبدأ ان احنا ندعك الفراخ الدعكة التمام. طبعا هدعك الفراخ بالتتبيله دي كلها كده مع بعض كده. البهارات دي كلها هتدي طعم حلو قوي للفراخ. وطبعا زي ما قلت لكم قبل كده، في تتبيله اي فراخ يستحسن ان انا ادخلها التلاجة يعني ساعه ساعتين، وبعد كده اطلعها وابدا ان انا ايه اعمل فيها بقى اللي انا عاوزاه. اهو دعكنا الفراخ، هندخلها بقى التلاجة شويه كده على بال ما نكرمل البصل بتاعنا. تعالوا بقى نجيب حلة على النار فيها شوية زيت، وننزل كده بالبصل بتاعي كله واقلبه تقليبة كويسة جدا. وبعد كده هننزل بالفلفل بتاعنا برضو ونقلب كده تقليبة كويسة. طبعا انا بقلب باستمرار علشان مش عايزة البصل بتاعي يتحرق. تعالوا بقى نحط شوية بهارات برضو على البصل بتاعنا. عندي سنة قرفة، 7 بهارات، توم باودر، شوية كزبرة، شوية كمون، فلفل اسود، وشوية ملح. ما نزودش الملح قوي عشان احنا كده كده متبلين الفراخ. هتنيني اقلب كده في البصل لحد ما يوصل، بصوا للدرجة اللي احنا شايفينها دي. بصوا خلاص دبل خالص معايا. انا مش عايزاه يسود، انا عايزاه يدوق بس يكرمل، يعني ينزلي السكر بتاعه كده في قلبيه كده علشان الفراخ تتشرب منه بعد كده. كده خلاص كرملنا البصل. تعالوا بقى نجيب صينية الفراخ بتاعتنا من التلاجة وننزل كده بالبصل بتاعي كله على الفراخ. اهو زي ما انتوا شايفين. هبدأ ان انا اقلب بقى الفراخ واخلي البصل من تحت الفراخ ومن فوقها، عشان تتشرب ايه من الطعم الحلو كده من البصل بتاعنا اللي احنا كرملناه ده. اهو هقلب كده، اطلع الفراخ واخلي البصل من فوق ومن تحت، علشان كمان الفراخ لما تيجي تستوي تاخد لون حلو من على الوش، ما اضطرش ان انا يعني اشغل عليها شوايه في الاخر يعني. كده خلاص خلصنا الصينيه بتاعتنا. هنحط بقى شرايح طماطم كده على الوش، ونرش رشة زيت كده، معلقتين زيت ولا حاجة على وش الصينية. وتعالوا بقى نجيب ورقة زبدة. اول حاجة هنغطيها بورقة زبدة علشان الالومنيوم برضو ما يتفاعلش مع الاكل بتاعنا. وبعد كده على الوش نحط ورقة ألمونيا في الاخر، ونحكم بقى في القفل بتاعها كويس قوي، ان البخار اللي هيطلع من الفراخ هو اللي هيسويها، وكمان هيحتفظ لي بعصارة كده، عصارة البصل اللي انا حطيته معاها، ويخلي لي بقى الصينية كلها مسكرة كده. زي ما انتوا شايفين طلعنا الصينيه بتاعتنا من الفرن اهو، اللهم بارك، واخده لون حلو جدا. على فكره ده كل اللون ده من الفرن، انا مشغلش عليها شوايه خالص. اخر تكه معايا
فحماية كده نحطها في قلب الصينية وعليها رشة زيت، ونغطي بقى كويس قوي كده لحد ما تاخد لون الشوي الحلو من الفحمة. كده خلاص نشيل بقى الفحماية بعد حوالي 10 دقايق كده، وتعالوا بقى نشوف الفراخ بتاعتنا المكرملة بالبصل. يعني عايزة اقول لكم يعني استوت السوى الكامل. وغير كده بصوا الصوص اللي نازل ده صوص تحفة جدا، صوص البصل كده مع الفراخ حاجة وهم يعني. وصفتنا دي بقى هنقدمها جنب اي نوع رز احنا بنحبه، او مكرونة، ممكن مكرونة محمرة كمان، هتبقى حلوة جدا. دي كانت وصفتنا النهاردة، اتمنى تكون عجبتكم. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله، واشوفكم على خير، والسلام عليكم.